أوقات كتير بنفتكر إن إحنا نقدر نكمل، نضغط على نفسنا، نكتم الغضب، ندفن الحزن، نتصرف وكأن كل شيء تحت السيطرة. بس في لحظة نلاقي جسمنا فيها بيتكلم، وساعتها صوته بيكون أقوى من كل شيء. مش صدفة إن التعب بيجي بعد سنين من قوة التحمل. مش صدفة إن جسمك يقولك لأ اللي أنت عمرك ما قلتها. كتاب When the Body Says No للدكتور جابور ماتي. رسالته عميقة وخطيرة الحقيقة. الضغط النفسي والمشاعر المكبوتة اللي بنرفض نعيشها ممكن يكون لها علاقة مباشرة بظهور أمراض خطيرة زي السرطان والتصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية. دكتور جابور لاحظ نمط متكرر في مرضاه. ناس دايما بيكونوا يحاولوا يكونوا كويسين، بيرضوا الكل، يكبتوا الغضب، تجاهلوا احتياجاتهم العاطفية. دكتور جابور بيقول The major cause of stress is the loss of contact with our true selves. أكبر سبب بيخلينا تحت ضغط مش هو الشغل ولا الظروف، هو بعدنا عن نفسنا الحقيقية. خليني أشارك معاكم حاجة شخصية. أنا واحدة من الناس اللي كانت دايما بتحاول تكون مسؤولة، دايما بتسند وبتسمع وبتشيل، حتى وأنا منهكة وأنا مستهلكة. لكن جسمي فجأة في مرة قال لي كفاية. ما كانتش مفاجأة، كان في مقدمات بالتدريج. صداع مزمن، إرهاق مش مفهوم سببه، تعب بدون سبب، قلة نوم. ما كنتش عارفة إن ده صوت جسمي وهو بيحاول ينقذني من نفسي. في الكتاب دكتور جابور بيشرح إن الجسم مش بيخوننا، بالعكس الجسم بيحاول ينقذنا من الخيانة اللي احنا بنعملها في حق نفسنا. بيحكي عن ناس عاشوا طول عمرهم في محاولة لإرضاء اللي حواليهم، مش بيعرفوا يقولوا لأ، وده بيخلي جهاز المناعة يتلخبط، لأنه لما بنبلع غضبنا جسمنا بيتصرف كأننا بنبلع سم. If you repress your emotions, your body ends up expressing them. لو كتمت مشاعرك جسمك هيتكلم بدلها. وده هياخدنا لفكرة محورية جدا في الكتاب. الناس اللي مش بتعرف تحمي حدودها أجسامهم بتتاكل للأسف. ناس بتشتغل فوق طاقتها، أمهات بتضحي بكل شيء عشان خاطر ولادها، زوجات ساكتين على إساءات لسنين، وأبناء شايلين أعباء العيلة كلها فوق دماغهم حتى وهم صغيرين. كل ده بيخلق استنزاف داخلي، ضغط مزمن، chronic stress. ده بيأثر على المناعة والهضم والنوم وكل وظائف الجسم. دكتور جابور بيطرح في الكتاب سؤال بسيط جدا بس عميق في نفس الوقت. انت بتسمع جسمك؟ مش بس لما بيصرخ، لكن لما بيهمس. دكتور جابور قدم لنا حلول حقيقية الحقيقة مش سطحية. أول حل، راقب مشاعرك. لما تتضايق أو تتوتر ما تقولش أنا تمام، اسأل نفسك أنا حاسس بإيه فعلا دلوقتي. تاني حاجة، اتعلم تقول لأ. مش لازم تكون وقحة وقليلة الأدب، بس ضروري تكون واضحة وصريحة. تالت حاجة، ارجع لنفسك. دكتور جابور بيقول مارس التأمل أو الكتابة. كتابة اليوميات اليومية شيء مفيد جدا. أي مساحة تسمح لك تتواصل مع صوتك الداخلي وتسمعه. رابع حاجة، الكتاب بيربط بين التجارب المبكرة في الطفولة وإزاي بنتعامل مع الضغط في الكبر. أنا شخصيا بدأت ألاحظ الفرق كبير في صحتي وفي حياتي لما بدأت أسمح لنفسي أتراجع، أطلب مساعدة، أقول أنا مش قادرة. الأغرب
إن أنا فوجئت إن الدنيا ما خربتش ولا العالم اتهد ولا في حاجة حصلت، أنا بس بدأت أبقى أهدى. لو حسيتي إنك لازم تثبتي طول الوقت إنك قوية، لو حسيت بالذنب إنك قلت لأ أو رفضت حاجة أنت مش عايزها، جسمك بيشتكي من أعراض كتير ومش لاقي لها سبب واضح، اقرا الكتاب. الكتاب مش بس هيشرح لك إيه اللي أنت حاسس بيه، لكنه كمان هيسمح لك تسامح نفسك وتبدأ تسمع لها بجد. قولوا لنا في الكومنتات إيه آخر مرة جسمك قالك فيها كفاية وأنت ما سمعتوش. قوليلي إمتى بتحسي إن في مشاعر ساكنة جوه جسمك ومش قادرة تخرج. لو أول مرة تشوفوني أنا رشا، وده على جناح حكاية.